قبل أذان المغرب في رمضان لو خدت جولة في الراديو أو التلفزيون لازم تسمع صوت الشيخ محمد رفعت وهو بيرتل القرآن. بيقول الشيخ أبو العينين شعيشع إن ما شافش في حياته قارئ بيتأثر بالترتيل لدرجة البكاء من غير ما يأثر ده على ترتيله غير الشيخ محمد رفعت. أما الشيخ الشعراوي فقال: إذا أردت أحكام التلاوة فعليك بالشيخ الحصري، وإذا أردت حلاوة الصوت فعليك بالشيخ عبد الباسط، وإذا أردت النفس الطويل فعليك بالشيخ مصطفى اسماعيل، وإذا أردتهم جميعا فعليك بالشيخ محمد رفعت. حتى أهل الشعر والأدب انبهروا بصوته. فمثلا قال الشاعر الكبير نزار قباني عن صوته إن بيفتح له أبواب السماء. بس برضه ليه ارتبط صوت محمد رفعت لوحده برمضان؟ اعملوا لايك وشير ويلا بينا نعرف القصة. في سنة 1934 كان ميلاد الإذاعة المصرية، وطبعا كان الصوت الخارج من جهاز الراديو بيعتبر سحر بمقاييس الأيام دي. ولحسن حظنا إن الإذاعة افتتحت بثها بصوت الشيخ محمد رفعت وهو بيرتل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفي السنة الأولى تم التعاقد مع الشيخ لتلاوة القرآن طول شهر رمضان بمقابل 100 جنيه، ومن يومها وهو صوت الشيخ محمد رفعت علامة مميزة لشهر رمضان. لو عجبتكم القصة بتاعت النهاردة ما تنسوش تعملوا شير وتبعتوها لكل أصحابكم عشان يعرفوها. وسلام.